راح نسوي اليوم الكبة مال شارع او كبة العرباين المقرمشة اللي تخبل. اول شي راح ابدي بيه، راح اجيب لحم عجل تقريبا 80% لحم و20% دهن، واخليه بطاوة واضيف فوقها تقريبا 3 بصلات مبروشين واخليهم على النار يستوون كل زين. بعدها راح اضيف عليها البهارات اللي مكتوبة عندكم جواب الكابشن، وياخذون تقليبة سريعة على النار. تقدرون تكتفون بهاي المرحلة، بس انا بالاخير راح اضيف عليها تقريبا حزمة من الكرفس او من المعدنوس اللي متوفر عندكم، ينطيه طعم شوي مميز اكثر. هسه نجي للعجينة. عندي تقريبا نص كيلو من البرغل الناعم، راح اخليهم واضيف عليهم مي لحد ما يغمرهم كل زين، واتركهم تقريبا 5 دقائق. لما البرغل يشرب المي راح اضيف عليهم طحين. الطحين حسب الطحين اللي متوفر عندكم، وطحين عادي. انا هنا اخذ وياي تقريبا 4 اكواب من الطحين، واعجنهم كل زين لحد ما تصير عجينة كاملة. طبعا اضيف عليهم شوية ملح، واذا تحبون شوية من الفلفل الاسود. وهاي العجينة تكون جاهزة بهذا الشكل. راح اخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق، وبعدين راح نبدي نقرصها واقليهن بزيت غزير، وهذا هو الشكل النهائي لهم. مقرمشة تخبل، طعمها حيل مميز. اذا حبيتوا تجربوها لا تنسون تشاركون الوصفة ويا اصحابكم. اذا حبيتوها اشوفكم بالفيديو الجاي، ومع الف سلامة.